وسهلا بكم وصفة جديدة وفيديو جديد. نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بافضل حال. اليوم حبيت انني نشارك معكم كيك الطبقات، كيجي رائع جدا. بقاو معايا تشوفوا المكونات وطريقة التحضير. وكما كتشاهدوا طريقة التحضير على هذا الشكل هذا. كنجيبوا بول، كنوضعوا 2 حبات من البيض بحرارة المطبخ، كنضيف عليهم كاس لاروب ديال سكر حبيبات بهذا الشكل هذا. غادي نضيف كذلك حبة ديال البرتقال محكوكة، قشرة ديال البرتقال للنكهة كتجي رائعة جدا. وغادي نضيف قبصة من الملح لتصحيح الذوق، وغادي نضيف ملعقة صغيرة ديال الخل اللي كتعطينا واحد الهشاشة في الكيك ديالنا. غادي نمزجو الكل بهذا الشكل جيدا حتى كيصير عندنا اللون ابيض. ومن بعد ما غيندمجوا ليا المكونات جيدا غادي نضيف كأس ديال الحليب قياسات كأس العنبة. غادي نمزج الكل جيدا، وغادي نضيف كاس لاروب ديال زيت المائدة. فهي كيك كيجي ولا اروع، كيك طبقات كيجي روعة. غادي نضيف كذلك بواسطة مصفاة، غادي نضيف 2 ساشيات ديال الكاكاو المر. يستحسن انه يتغربل باش ما يبقاوش عندنا حبيبات في المزيج ديالنا. وغادي يغربل الكل بهذا الشكل، ولا بقاو شي حبيبات نعملوهم بيدينا بالاصابع ديالنا. وغادي نمزج الخليط ديالي بهذا الشكل هذا حتى كيندمجوا ليا المكونات. ومن بعد ما ندمجوا ليا غنضيف الكأس الاول من الطحين الابيض المنخول ونمزجوه جيدا. ونضيف كذلك الكأس الثاني، ونضيف 2 ساشيات ديال بيكي باودر خميرة الحلويات. فهي كيكة كتجي رائعة جدا، او طرطة كتجي ولا اروع، لذيذة وبنينة. وغادي نمزجو الكل من بعد ما ضفت الخميرة الحلويات على الطحين. وفي هذا الاثناء غادي نكون وجدنا المول ديالنا اللي غنصبوا فيه الخليط ديالنا، وندخلوها على حرارة 180 درجة حتى كتطلع معانا، ونشعلوا عليها الفوق فما كتاخذش لينا وقت كثير. ونديروها الطيب. ودابا غادي نمشيو الخليط اولا الكريمه الاولى اللي غنعملوها الطبقه الاولى. غادي ناخذوا بول، غادي نعملوا فيه الكأس الأول من الحليب، ثم الكأس الثاني، ونضيف كذلك الكأس الثالث. هذه هي الطبقة اللي غتكون الأولى فوق الكيك ديالنا. وغادي في هذا الأثناء نضيفوا سكر حبيبات، 6 ملاعق ديال سكر حبيبات، والحلاوة على حسابكم وعلى حساب الذوق ديالكم. غادي نضيف السكر حبيبات بهذا الشكل هذا. وغادي نضيف كذلك دقيق الذرة، 2 ملاعق كبار ديال دقيق الذرة بهذا الشكل هذا. ونضيف الملعقة الثانية بهذا الشكل. ونضيف كذلك ساشية ديال فلان بنان اولا فلان فاني باش كتعطينا دوك الطبقات ب3 الوان بهذا الشكل هذا. غادي نمزج الكل، نضيف 2 ملاعق في المجموع، 2 ملاعق ونصف ديال دقيق الذرة. وغادي نمزجوه ونعملوه فوق النار. ومن بعد ما طاب ليا الكيك ديالي كيجي بهذا الشكل هذا هشيش وخفيف، كيجي رائع جدا. نتوما شوفوا الهشاشة ديال الكيك كتجي ولا اروع. كنعملوا واحد الكيردون باش نعرفوها راه طابت. في هذا الاثناء كنوضعوا المزيج ديالنا
او الطبقه الاولى فوق النار حتى كتختار معنا. مباشره غادي نصبوها فوق الكيك ديالنا بهذا الشكل هذا، وغادي نوضعوها في المبرد حتى كتبرد جيدا. فالبخار طلع حتى ما بقاتش كتبان الكاميرا، ونخليوه حتى كيجمد ونمشيو للطبقه الاخيره. غادي نجيب بول، هانتوما شاهدوا من بعد ما جمدات معايا. غادي نمشي للطبقه الاخيره، غادي نوضع الحليب، الكأس الاول بهذا الشكل قياسات بكاس العنبه، ونضيف الكأس الثاني، وغادي نضيف الكاكاو 2 ساشيات اولا 2 ملاعق عامرين ديال الكاكاو المر، وغادي نضيفو كذلك الكأس ديال سكر حبيبات، وكما سبقت وذكرت الحلاوه على حسب الذوق ديالكم، ونزيد 2 ساشيات ديال الفاني، نكهه الفاني، وغادي نمزج الكل جيدا. وغادي نوضع 6 قطع من الشوكولاته المتوفر عندكم، انا كنستعمل كالا، ونضيف كذلك 2 ملاعق كبار ديال دقيق الذره في المزيج ديالنا، وغادي نمزجوا الكل حتى كيذوب معنا داك دقيق الذره، ونوضعوه فوق النار حتى الغليان بهذا الشكل هذا حتى كيتقال معنا. وفي الاخير من بعد ما كيتقال غادي نضيف ملعقه كبيره ديال الزبده باش كتعطي الخليط ديالنا داك اللمعان. مباشره من بعد ما كيوجد معنا كنصبوه فوق الطبقه الاولى بهذا الشكل ونسرحوه. هي طرطه كتجي ولا اروع. غادي نسرح الخليط ديالي اولا المزيج ديالي بواسطه ملعقه، ومن بعد ما نسرحوه غادي نمشيو التزيين. وانتوما واللي حبيتو، عندكم كاوكاو كونكاسي، عندكم اللوز كونكاسي، نتوما واللي بغيتو. انا عملت هاد الطبقه المقرمشه اللي كتجي رائعه جدا، وعملت لي طرونش ديال الليمون، وعملت ورقات ديال الذهب اللي كيتباعوا في المحلات التجاريه اللي خاصين بالحلويات. وانتوما والتزيين اللي حبيتو. نتمنى ان شاء الله الطرطه تعجبكم وتنال رضاكم، فهي اروع ما يكون، سهله التحضير. نتمنى لكم الصحه والعافيه، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله.